بعض الأوقات الحب يصبح سام، شعور خارج عن السيطرة. واليوم رسالتنا للبنات، لأنه البنات عادة اللي بيوقعوا بيها الفخ، بتكون هي على علاقة بشخص بتحبه كتير، تشعر بأنه هو الهوى اللي بتتنفسه. لما هذا الشخص يكون غير جاد أو ما يكون ببادرها نفس المشاعر بيبعد، وهي ما بتقبل تستوعب هذا البعد وما بتقدر إنها تنحرق لحالها، بتضل كل فترة وفترة حابة إنها ترجع تتواصل مع هذا الشخص. اليوم بدنا نعلمك كيف تكوني فتاة لا تثير الشفقة بل تثير الإعجاب حتى في حزنها. في ناس بيكونوا موجودين بحياتنا ولكن هم بيسمموا هذه الحياة، ما بيجملوها وما بيخلوا ألوانها زاهية. بدنا نقويكي ونحسسك بأنه ما تجاملي قلبك بحياتك، جاملي نفسك، لأنه نفسك هي اللي رح تضل معاكي حتى آخر نفس. انتي إذا هلأ متضايقة ومش عارفة إيش تعملي وحاسة إنه الدنيا كلها هي هذا الشخص، إحنا بنعرف الشعور، إحنا ما عم نلومك إنك ضعيفة، كلنا مرقنا بهاي الحالة النفسية وكنا يعني ضعفاء ومستسلمين لحبنا لهذا الشخص لدرجة كتير كبيرة. بس اللي بدي أقول لك إياه، الزلمة لما يكون بده إياكي أولاً ما بيبعد عنك، ثانياً إذا بعد بيعرف يرجع لحاله، وعادة ما بيرجع لما أنتي تكوني مش معطيه طريق أو لما يعتبرك ويتأكد أنه أنتي طلعتي من حياته. هلأ الرجال أصلهم هانترز، أصلهم صيادين. فالرجل بحب هو اللي يصطاد، ما بحب المبادرة من الآخرين. بعدين اللي تعتقد بينها وبين نفسها بأن الرجل يحب التنازلات، الغي هذه الفكرة قلباً وقالباً. الرجل يحب ما هو أندر وما هو أغلى. هي بتكون بهاي العلاقة سعيدة ومبسوطة، بقرر هذا الشخص أو هذا الرجل يبعد عن الحياة، فهي بتنهار. هي شو بتعتقد؟ بأنه هي ما رح ترجع منيحة إلا لما يرجع على حياتها. مع أنه المعادلة غلط. لا طبعا كلنا بنتضايق وبنتدمر وبنكتئب وبنبكي وبنضعف وبصير وجهنا باهت ويعني حتى يعني حضورنا باهت وشكلنا باهت زي المرضى. بعض بتشوفي بنات تحسيها مريضة، بتضعف كثير، تحت عيونها أسود. بس هاي كلها حالات مؤقتة، انت ما رح تضلك هيك حتى لو هو ما رجع لحياتك. يعني رجعته ما رح تأثر هلأ. صدقيني صدقيني صدقيني، وأظن كل بنت بتعرف هذا الشعور، لما تشعري إنه هذا الشخص رجع لأنه شفقان عليكي، أو رجع نص رجوع، أو رجع لأنه زهقان، انت من جوا ما رح تكوني مبسوطة، رح تكذبي على حالك. هناك ركن في قلبنا لا يتوقف عنه المطر، بضله يشتي اشتياق. احنا عشان ما تفهمونا غلط، احنا مش ضد الشوق، اشتقي له طبعا، اشتقي له قد ما بدك. وبالفرنش تيمي مونك، تيمي مونك إذا منفسرها يعني أنا فقدت جزءاً مني مش افتقدتك، فافتقديه واشتقي له، ولكن سيطري على هذا الاشتياق حتى لا يذهب بك إلى الهاوية. بعض الأشخاص بيفكروا إنه هي رح تنسى بس رح تعيش البؤساء. انت رح تنسي وتستمري وتحبي مرة تانية، ويمكن لما تحبي مرة تانية ترجع تتضايقي أكتر. هي هاي المشكلة، احنا بلحظات معينة بنكون شايفين كتير، يعني بس من هون لعند الكاميرا أنا مش شايفة على المدى الطويل شو بده يصير، ولا مفتحة عيوني على الآخر. يعني ما عم نقولك إنه أنتي غبية، ليش هيك بتحبيه؟ لا، حبيتيه تمام، بس اعرفي إمتى تنسحبي، وإذا هو اللي انسحب فأنت ضروري ضروري إنك تحبي حالك أكتر وتفكري بعقلانية وتفهمي بأنه هذا الشخص اللي انسحب هو انسحب لأسبابه الخاصة. وبعدين أنت ليش تعلقي سعادتك أصلاً بإنسان؟ ليه بتخلي لسعادتك عمر ومزاج ونهاية؟ ليه؟ يعني في مؤشرين بدلوا إنه هذا الشخص فعلياً طلع من السيستم، مش أنت عم تتظاهري إنه هو صح. طلع. أول وحدة رهوفة، إذا أنت صرتي تضحكي على الأشياء اللي بكيتي منها يوم معه، أكيد you're over him. شغلة تانية، إذا لسه بتتذكريه بس بطل يرسم ابتسامة على وجهك عند تذكره، اعرفي إنه he's out of the system. أحياناً إحنا كبنات لما الشخص يبعد بنعتبر بأنه ابتعاده كان فجائي وكانت صدمة، لأن ببعض الأوقات لا ندرك بأنه هو بعد على مراحل وكان عنده عدة أسباب بس إحنا ما شفناها
أو ما كان بدنا نشوفها. طبعا. فكروا بهاي النقطة، الانسحاب عمره ما بيصير بشكل فجائي أو بشكل صادم. يمكن يكون صادم بالنسبة إلك، بس الطرف الآخر بيكون هيئك نوعا ما أو أعطاكي إشارات بس أنت ما قرأتيهم.